تعالوا لك على 5 اخطاء كل مصمم بيعملها بارت 4. وهنا انا عايز اتكلم عن تجاهل التدريج البصري فيرتشوال هايلايت. المصمم المبتدئ بيكتب العنوان والنصوص بتاعته بنفس الحجم وبنفس اللون، فبيكون صعب على العينين تعرف هتبدا تبص على ايه الاول، ودي مشكله. تصميمك هيكون مشتت والمشاهد مش عارف يشوف ايه الاول وايه في الاخر، يشوف تفاصيل المفروض تكون اخر حاجه يشوفها في الاول، فمش هيفهم حاجه من التصميم. الحل حاجه بسيطه جدا، انك تستخدم احجام واوزان والوان مختلفه علشان تبني ترتيب واضح للمشاهد، هيبتدي منين وهينتهي فين. يعني عندك مثلا اول ما تجيب فكره التصميم اسال نفسك 3 اسئله سريعه. عين المشاهد هتقع فين في البدايه؟ ايه هو المشهد الثاني المحتمل تقع عليه عين المشاهد؟ فين هتستقر عين المشاهد في النهايه؟ الموضوع شكله سهل، بس هو سهل فعلا، بس مفيش طريقه ثابته تعمل بيها كده. عندك مثال هنا، تصميم حلو مش كده؟ اول حاجه عينك وقعت عليها هي التكست اللي فوق هنا، بعدها على طول حته الاستجن لانها كبيره وواضحه، بعدها عينك هتستقر على المعلومات اللي هنا دي. بس خد بالك مش كل الناس هتشوفها بالترتيب ده، بس الاغلبيه هتشوفها كده. الموضوع مش عام برضه، خلي بالك من النقطه دي. بس كده صح، كده انت فهمت ازاي تستغل المساحه وتعمل فيرتشوال هيراركي مظبوط. ما تنساش بقى تعمل فولو عشان تعرف ايه الخطط اللي فاضل، وتكتب لي في كومنت تفتكر هيكون ايه. كان معاك ستيفن ميلاد، سلام يا صاحبي.